ده مين ده بقى اللي بقراه لكم ده كله من قامت قيامة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية عشان القبض عليه، وكأن الدنيا خلاص وإيه، ولازم يطلع ويروحوا له بتوع بعد ما منعوه في الأول الوزير اخطروا ومنعوا من الخطابة، يروحوا له الأولاد بتوع الجماعات الإسلامية ويقولوا له روح اخطب وما تخافش، يقوم يروح يقوم يتمسك. النهاردة الإسلام في خطر، دعاه في خطر، هذا التخريف المجنون البذيء اللي ما فيهش أي حياء ولا خلق، ولسه ما فيش ديمقراطية. رحلة الرئيس لأوروبا وخطابه قدام البرلمان الأوروبي استجداء من الأوروبيين، والإسلام يمنع الاستجداء. ديمقراطية في مصر أبدا، حزب الوطني يسيطر على كل شيء. انطباعاته بقى بيوضحها للمصلين هناك. بتاريخ الجمعة 13/3/81 عقب الصلاة وضح انطباعاته بأنه خلال زيارته لأسوان شاهد استراحة رئيس الجمهورية هناك ومدى فخامتها، وأنهم منعوه من الاقتراب منها، مقررا بأن هذه الأماكن محظورة على المصريين ومباحة للأجانب. ورجع تاني يهجم على الحزب الوطني، ولأنه أساس البلاء في البلاد وتقييد حرية المواطنين اللي متأيدة في تكوين الأحزاب. الاستراحة اللي في أسوان يعني كل ده بيستغل لشحن الأولاد الغلابة اللي أنا مانيش راضي أخد إجراء ضدهم، وبسمعهم هذا كله وببذل وقتي ده كله، لأن ما كانش يساوي الأمر إن أنا أقول حاجة من هذا أبدا. يكفي إنه يتخذ معاه الإجراء بالقانون، إنما أنا خايف على أولادي، مش عايزهم أبدا يقعوا في حبائل هؤلاء اللي تجردوا من كل قيم ومن كل أخلاق. الأحزاب كلها فاسدة، الأمر يحتاج إلى ثورة. هو هجم على مجلس الشعب وإنه ما بيمثلش الشعب، ووزير الصحة، وزير التعليم، مناهج التربية والتعليم غلط. وبعدين بيهاجم المعاهد، وأن المعاهدة تعتبر في حكم إسرائيل بعد الجلاء عنها بالمعاهدة تعتبر في حكم المحتلة، لأنها ستكون منزوعة السلاح، وأن ذلك من البنود السرية للمعاهدة، رغم إعلان الرئيس عن عدم وجود بنود سرية لضمان حصوله على موافقة الشعب عليه. الواحد يقول ايه؟ يعني اي كذب، اجرام، سفالة، بذاءة، كل ده ما يوفيش. ليه؟ لانه لما يقف رجل معمم ومن الازهر الشريف
عشان يقول بنود سرية وهي مش موجودة؟ والله في هذا بالذات وفيما سبق واللي جاي ما حرحموا ابدا بالقانون ابدا. ده ليه؟ لانه ده عايز بيشحن بيه ولادنا. ده بقى الكلام ده اللي بيقول ما فيش حرية وديمقراطية. هنا اهو مسافر اسوان، اسيوط، سوهاج، المنيا، الفيوم، البحيرة، اسكندرية، بورسعيد، السويس، في كل دول راح وخطب ورجع ولم يتعرض له انسان. يوم يجي يشحن اولادنا ان في بنود سرية. وانت لا، ده مش بس بقى انه رغم اعلان الرئيس عن عدم وجود سرية عشان الشعب يوافق، وان هناك بنود اخرى في هذا المجال تمنع مصر بمقتضاها قيام اي تنظيمات مناهضة لاسرائيل في مصر. واضاف انه لو كانت في مصر حرية لقلنا للرئيس انور السادات اترك الحكم وقدم استقالتك. لا انا بسأل، لما راح خطب دول وقال الكلام ده كله، امال الحرية فين؟ ما حدش قال له حاجة. هي الحرية راحت فين؟ ما وقف وقال الكلام كله وسافر وراح وجه. هجوم على الحزب الوطني، حتى القضاء. بيقول لك ايه؟ علق ساخرا على خبر نشر بالصحف اليومية متضمن ان المحكمة الدستورية ستقوم بفحص اقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي مجلس الشعب والشورى، قائلا، علق قائلا ايه؟ كفى استخفاف بعقول الشعب. طب ما هو ده ان رئيس المحكمة العليا فعلا راحت له الاقرارات دي. ايه فين الاستخفاف بعقول الشعب؟ شوفوا حتى البذاءة على القضاء، البذاءة. كما انتقد قرار العفو عن علي صبري وسامي شرف، متساءل هل تتناسب التهم التي وجهت لهما مع التهم التي وجهت للمتهمين في قضية الفنية العسكرية التي اعدم بعضهم بسببها، وعلل ذلك بأنه موقف للدولة من المسلمين. انه علشان صدر عفو عن علي صبري وسامي شرف بعد 10 سنين، بيقول ازاي ما يصدرش عفو بقى على بتوع الفنية العسكرية اللي قتلوا 5 عساكر، قتلوا قتلا. ودي بقى ايه؟ دي من الجماعات الاسلامية اللي كلهم متفقين، واللي بتوع الجماعة دي اللي بره وراه بيقولوا له قولوا ما تخافش وهنقعدك على المنبر ولا توقفك الحكومة، او مرمي في السجن زي الكلب.